بعدين الناس من بحثت بعد ما طلع قصي، يعني قصي من طلع برنامج كبير، برنامج ذا فويس وإلى مشاهدة كبيرة. الناس بدأت تسمع أو بدأت تعرف من هو صاحب الأغاني الحقيقية، اللي هو حاتم العراقي، صاحب أغنية يا طير، صاحب أغنية أم هاجر، صاحب أغنية أنا اللي عذبني حبيبي، من نغلة ناسي. في أغاني كثيرة يغنوها مطربين عرب ومطربين كبار. أغنية مواويل صدق مخطوبة يا فلانة، أغنية ذكرتك والسما مغيمة اللي غناها أيمن زبيب. يعني في كثير أغاني غنوا ليها مطربين عرب، بس الناس يعني احتسبوا للمطربين اللي يغنوهم. يعني صدق مخطوبة مثلا، فما برشا عبيد يعتقدوا انها لحسين الجسمي. لا بالعكس، هاي أغنية موال تبع يعني. وصدق مخطوبة فلانة غنيتها بالتسعينات، هاي يعني 92 أو 91 يعني. نسمعوها؟ نسمع يعني نسمع منها بتختار اغاني مخصوص لحبيبتك عشان تقولها لها؟ هو طبعا انا ما اغني بس لحبيبتي. قبل شوي حكت ست عبير قالت احنا هاي الحب اللي نمثله هو من واقع الناس يعني. طبعا. انا قد يكون اغني للحب، صديقي يحب، او الملحن يحب حبيبته، او الشاعر كاتب على حبيبته، او شخص ما. يعني انا من غنيت موال مخطوبه اتذكره بال89، صديقي كان يحب وحده وما اخذها غير واحد وهيك، فقال لي صدق مخطوبه يا فلانه وصدق باكر يزفوني. لا انت مطرب مو شاعر، وهذا الموال كلش نجح بالعراق. نسمع صدق مخطوبه يا فلانه، صدق مخطوبه يا فلانه، صدق مخطوبة يا فلانة، وصدق باكر يزفوني، عشان لا يجي باكر واشوف دمعة عيوني. عسن لا يجبات واشوف دمعة عيوني مخطوبة الجبرات، لو انت مخطوبة هالجبرات، لو انتي رضيت وقلت مغصوبة، اش حالات الخاتم بيدك عليه جروح مكتوبة صدق مخطوبة يا فلانة، صدق باكر يزفونك، صدق مخطوبة يا فلانة، صدق باكر أنا باكر يزفوني، عسى إنه لا يجي باكر، أنا باكر وأشوفك. إن عسى إنه لا يا ويلي يا ويلي يا ويلي.
انا عسى انه لا يجي باكر، عسى انه لا يجي باكر واشوف انك انا مخطوبة هالجبراج. لو انت رضيت وقلت مخصوبة ايش حالات الخاتم اللي بيدك عليه جروح مكتوب.